السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. النهاردة بقى بمناسبة رمضان على الباب هنفرز طماطم في منتهى الجمال. انا جايبة 10 كيلو طماطم اهوت، وجايبة قرنين فلفل اللي هو الحلو الاحمر دوت، هيخلي لي بقى الصلصة بتاعتي جميلة وحمرة وفي منتهى الجمال. تمام كده اهوت. هجيب حله طبعا كبيره اهوت، هسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا هقطع الطماطم زي ما انتم شايفين اهو، مش هضيف اي عليها اضافات دلوقتي ولا ميه ولا اي حاجه. والفلفل طبعا الالوان ديت انا هطلع بس الابيض اللي فيها دوت، وهقطعه كده مع الطماطم يتسلق. تمام كده اهوت. اخلص بس الكميه كده اهوت وارجعوا لي تاني حبايب قلبي. شايفين ما شاء الله عليها اهيت، انا حطيتها مع البوتاجاز اهيت بدون اي اضافات ولا ميه ولا اي حاجه. انا اعمل لها عمليه تسليق زي ما انتم شايفين. شايفين نزلت العصاره بتاعتها اهيت الطماطم. تعالوا بقى نستنى عليها لما تهدى ونفرمها في الخلاط. هجيب طبعا صفايه وعليها طبعا حاجه عشان اصفي عليها الطماطم الجميله ديت، عشان ايه؟ هطلع منها القشر بتاعها والبذور اللي فيها. تمام اوي. شايفين البذور بتاعتها والقشر بتاعها طلعناها كلها. طبعا حتى على البوتاجاز اهيت، هخليها تغلي غلوتين وانزل عليها معلقه من البابريكا ورشه بسيطه من السكر، بس زياده عن كده انا مش عايزه. واسيبها تغلي كده غلوتين وهقفل عليها واسيبها بقى تهدى ونفرزها بقى في الاكياس لرمضان. تمام تمام. يلا بقى ايه، تابعوني يا حبايب قلبي. شايفين بردت اهيت في منتهى الجمال، شايفين لونها تحفه وجميله جدا في منتهى الجمال. طبعا يلا بقى نفرزها يا حبايب قلبي. هتكفيكي طول شهر رمضان وممكن تفيد كمان. ولو انت في الطماطم متوفره ورخيصه ممكن نستغنى عنها، نخليها في العيد اللي احنا مفرزينها ديت ونستخدم اللي احنا هنجيبها. تمام كده اهوت. هتوفر لك يعني في الوقت. شايفين جميله ازاي وتحفه. هطلع بس الهوا منها اهوت. مفيش ولا اجمل من كده ولا اسهل من كده. هنخلص بس الكميه كده اللي قصادنا حسب طبعا استهلاكك. انت طبعا انت عارفه استهلاكك. انا طبعا مستخدمه ايه يعني نص الكيس كده اهوت. طبعا احنا بقى بنزود شوربه عشان هي طبعا جميله جدا، وزي ما انتم شايفين الخامه وشايفين تحفه. يلا بقى يا حبايب قلبي جربوا وقولوا لي ايه رايكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى شير ولايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.